هنا في هذه اللحظات نتابع ساندرو روسل على يسار الشاشة رئيس نادي برشلونة وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بالحب والود، ولكن الملعب يقول أشياء أخرى. هنا في هذا النهائي المبكر نذكر بأن نصف النهائي الآخر يجمع ما بين إشبيليا أتلتيكو. كان قد فاز أتلتيكو مدريد في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، وهيلتقوا غدا إن شاء الله. ينطلق اللقاء، حكم اللقاء أندريانو ماينكو بعد انتقادات كبيرة من جانب رورا مدرب نادي برشلونة في غياب تيتو فيلانوفا طبعا الذي يعالج في الولايات المتحدة الأمريكية لإصابته بالمرض اللعين في الغدد. وتشكيلة البارسا اليوم في حراسة المرمى بينتو، خط الظهر داني ألفيش، بوجول، بيكي، ألبا، وسط الملعب بوسكيتس، تشافي وفابريغاس سيسك، ثم الثلاثي ميسي وبيدرو وإنيستا. فريق نادي ريال مدريد في حراسة المرمى دييغو لوبيز في غياب طبعا كازياس المصاب، وأول كورة وأول اختبار من جانب إنيستا. أول اختبار من جانب إنيستا أمامنا هنا في هذه اللقطة فريق نادي برشلونة، وانطلاقة وبداية قوية جدا. نذكر بأن أسرع الأهداف في الكلاسيكو كان هدف للاعب كريم بنزيما، كان قد سجل في اللقاء اللي كان انتهى في 2011-2012، كان انتهى ب3-1 لصالح برشلونة في ملعب سانتياغو بالنابيو في اطار الدوري الاسباني. لكن 5 مرة هذا الموسم هذه المباراة فوز بالسوبر لحساب ريال مدريد بعدما تبادل الفوز 3-2 لبرشلونة في الذهاب و2-1 للريال، ثم التعادل في الدوري 2-2، ثم التعادل في الكأس 1-1. وانطلاقة بيدرو يلم حلوة قوي بيدرو، تغيير اتجاه لحضراتكم تشكيلة الريال. لكن هنا أول كرة ميسي يهرب بالرقابة، أول كرة ميسي يهرب بالرقابة، يرد على كل منتقديه بعدم التقديم لمستواه المعهود أمام فريق نادي الميلان. 4 مرات أحسن لاعب في العالم. أول كرة بعد كرة إنيستا، كرة من ميسي وهروب من الرقابة، ولكن كرة تخطئ الشباك في أول دقيقتين. ضغط مبكر من جانب برشلونة. شوف هنا يتلاعب بكوانتراو في هذه اللقطة بيدرو ويسدد، ولكن إلى خارج الملعب. ريال مدريد دييغو لوبيز في حراسة المرمى، أربيلوا في الجانب اليمين، سيرخيو راموس، فاران، كوانتراو، ثم في وسط الملعب الثلاثي تشابي ألونسو وخضيرة وأوزيل، وأمامهم دي ماريا وإيجوايين والنجم كريستيانو رونالدو. المواجهة ما بين ميسي ورونالدو تتجدد. ميسي اليوم على أعتاب التساوي في الرقم القياسي في لقاءات الكلاسيكو في رصيد الأهداف مع الفريدو دي ستيفانو النجم الكبير لريال مدريد 18 هدف، وطبعا النجم ميسي لديه 17 هدف في 23 مباراة لعبها في إطار مباريات الكلاسيكو. عند الاستلام هنا رونالدو، تغيير اتجاه ريال مدريد، فوز كان على ديبورتيفو لا كورونيا في اطار الدوري، فارق 16 نقطة ما بين الفريقين والغريمين بعد 25 اسبوع في الدوري. وبالتالي الريال يريد انقاذ موسمه المحلي باحراز لقب الكأس، ولما لا. واليوم كما نتابع في هذه الموقعة امامنا هو اول فرصة لميسي بعد تسديدة انيستا كورتين في بداية اللقاء لصالح النادي الكتالوني. هذه امامنا هنا طاقم التحكيم أندريانو ماينكو، بالومار، وطبعا جوادو مورو طاقم تحكيم، ومعهم اولو الحكم الرابع في هذه المباراة. كوانتراو كان غاب عن لقاء الذهاب هو وراموس، وايضا اللاعب دي ماريا. دي ماريا على فكره هيغيب عن لقاء الدوري الاسبوع القادم ان شاء الله، يوم السبت القادم كلاسيكو جديد في اطار الدوري، وحكم اللقاء هيكون بيريز. لاسع امامنا هنا نتابع تشافي، كره ملعوبه خطيره، وتقدم في هذه اللقطه، كان متقدم بوجول في هذه اللقطه، متقدم بوجول. كرات الثابته والضغط قوي جدا من جانب برشلونه، وحصار للنادي الملكي اللي اعتمد على الهجمات المرتده. الكره ملعوبه، ولكن امامنا كره تطلع الى خارج الملعب. هذه الكره الى خارج الملعب، بدايه قويه جدا من الفريق الكتالوني من برشلونه في هذه اللحظات. شوف الضغط، وادي امامنا هنا رايه وتسلل سليم في هذه اللقطه، تسلل في هذه اللقطه على النجم اللي بيتقدم اللاعب بيكي. وادي الكره العرضيه اللي مرت من راس اللاعب بوجول امامنا هي. شوف هنا بوجول ومعه فاران. شوف الرقابه، القوه النهارده. بيبي كان في التشكيله حتى اللحظات الاخيره، في دفعه كانت واضحه في اللقطه الماضيه. أندريانو ماينكو 6 مباريات كلاسيكو، لكن مع مورينيو الكلاسيكو اللي يعني يحكمه هذا الحكم مع مورينيو دايما بيفوز نادي ريال مدريد. حكم لقاء الكأس في 2010 2011 في المستايا في نهائي كان جمع ما بين برشلونة وريال مدريد، والفوز كان بهدف رونالدو للنادي الملكي في الوقت الإضافي. وما ننساش أيضا أنه حكم
لقاء اللي كان انتهى ايضا لصالح نادي ريال مدريد، الفوز اللي كان لصالح ريال مدريد في موسم 2011-2012 ايضا بهدفين مقابل هدف في مسابقة الدوري. هنا بدنا بنتابع اخر 6 لقاءات بين الفريقين، شهدت الفوز في لقاءين لريال مدريد والتعادل في 3 وفوز لبرشلونة في لقاء واحد. ادي امامنا ادي بينتو في حراسة المرمى متخصص مباراة الكؤوس، اول تسلل في اللقاء على كريستيانو رونالدو صاحب اللمسة الرائعة واللي بيمر الحقيقة كان بفترة من الارهاق والتعب بعد اوروبا، لكن ها هو يعود ويعود بقوة. كريستيانو رونالدو اللي بيملك يعني 5 أهداف في اخر زيارات 5 ليه لملعب الكامب نو دائما يسجل. ادي امامنا هنا في هذه اللقطة بوجول قائد دفاع فريق نادي برشلونة والقائد بينتو في حراسة المرمى كما هو معتاد. بينتو هدف في مرماه كان في نهائي الكأس من كريستيانو رونالدو، ضربة رأسية في ملعب المستايا، وكان العام الماضي لعب ايضا 9 لقاءات الكأس، هذا العام يلعب ال7 مباريات بتوع الكأس، ودي المباراة الثامنة ليه في مشوار برشلونة، ولعب لقاء وحيد كان امام بنفيكا في دوري الابطال. امامنا هنا بنتابع خسارة موجعة لنادي برشلونة امام الميلان 0-2 في اطار تشامبيونز ليج دور ال16 مباراة الذهاب اللي اقيمت في سان سيرو في ميلانو، وتعادل النادي الملكي هنا امام مانشستر يونايتد 1-1 في اطار الذهاب ايضا دور ال16. وهيلعب يوم 5 مارس القادم ان شاء الله، يوم الثلاثاء القادم هيلعب ريال مدريد امام مانشستر يونايتد في ملعب اولد ترافورد في حضور اليوم السير أليكس فيرجسون في هذه المباراة. امامنا بنتابع تشابي الونسو عاد بعد ما يعني خد راحه في اللقاء السابق امام ديبورتيفو لا كورونيا، ريح كوانتراو وريح تشابي الونسو، ما بداش باوزيل ورونالدو وخطيره، وان كان شاركوا بقى لانقاذ الامور، وكان بقى هدف لكاكا وهدف ايضا لاجوايين ساهموا في الفوز لفريق ريال مدريد على ديبورتيفو لا كورونيا بعد ما كان سجل ريكي هدف في مرمى ريال مدريد. امامنا بنتابع ادي امامنا الضغط من جانب برشلونه، 7 دقائق اولى اعتقد لصالح برشلونه كما تتابعون معنا. انيستا سدد في بدايه اللقاء في اول 42 ثانيه، ميسي فلت بالرقابه، وادي امامنا تسديده جديده هذه المره من جانب ساسكا، ولكن كره في ايد حارس المرمى الحارس دييجو لوبيز. امامنا ليس بغريب عن نادي ريال مدريد، سبق له اللعب للريال وكان رحل الى فيا ريال 2007 لما هبط فيا ريال في الموسم الماضي، انتقل لاشبيليا، يعود ليكون حل بعد اصابه كازياس اللي هتطول بقى يعني منذ ان تعرض لاصابه امام فالنسيا في اطار مباراه 1-1 في الكاس في شهر يناير طبعا الماضي 23 يناير اصابه كازياس. ادي عندنا هنا اربيلوا لم يكن بالتشكيل، كان موجود راموس كظهير ايمن وهيلعب بجوار فارار، كان هيلعب بيبي وكوانتراو في خط الظهر، لكن يبدو ان بيبي لم يتاكد سلامه اللاعب وبالتالي لم يشارك من البدايه. دي ماريا خد انذارين في لقاء الديبور اللقاء الاخير وتعرض للطرد، وان كان هيغيب عن المباراه القادمه في اطار الكلاسيكو، ولكن في الدوري النهارده المهددين بالغياب في حاله حصول على انذار في النهائي هيكون كل من كريستيانو رونالدو، تشابي الونسو، كارفايو، ومن نادي برشلونه داني ألفيش وسيسك وماسكرانو. والله حضراتكم دكه البدلاء برضو للي بيتابعوا، بدلاء برشلونه فالديز وماسكرانو وتيو وفيا وادريانو وسونج وتياجو خارج القائمه النهارده. طبعا ابيدال لان ما زال لم يشفى بعد، وان كان دخل يعني المراحل الاعداد البدني. اليكسيس سانشيز خارج القائمه، مونتويا، بارتيرا، جوناثان دوس سانتوس. بدلاء نادي ريال مدريد ادان وبيبي وكاكا وإسيان ومودريتش وبنزيما وكاليخون، وخارج القائمه كارفايو وموراتا ومارسيلو والبيول، وطبعا المصاب كازياس. كلام عن انتقال البيول الى نادي فالنسيا مره اخرى. امامنا هنا بنتابع النادي الملكي حاول يمتص حماس لاعبي نادي برشلونه بعد مرور 9 دقائق حتى هذه اللحظه، التعادل السلبي، البدايه القويه، البدايه الناريه في مباراه اليوم، لكن لم يسجل البارسا. كريستيانو رونالدو كرة المحببه، لكن مع داني ألفيش، وعلى طول صفاره من حكم اللقاء الحكم انديانو مايكو الذي ادار ايضا اللقاء هذا الموسم. كان هي الخساره الوحيده لبرشلونه في الدوري، خسر امام خسر امام ريال سوسيداد في الاسبوع ال20 2-3. نادي برشلونه تعادل مرتين في الدوري مع ريال مدريد ومع نادي فالنسيا. الكرات البينيه هيجوايين، ولكن بينتو. الريال في الدوري تعادل مع فالنسيا واسبانيول في سانتياغو برنابيو، وتعادل مع برشلونه وساسونا خارج ملعبه، وهزم الريال في الدوري امام ختافي بالاضافه لل4 هزائم بقى من
أندية الأندلس، إشبيليا، بيتس، مالاجا، وأخيرا غدرة. إنيستا مع خضيرة. شوف النهارده بقى المواجهات والثنائيات في هذه المباراة وفي هذا الملعب في حلقة جديدة من مسلسل الكلاسيكو. لكن 5 مرة يعني، بقى لنا فترة كده من 2010 2011 يعني شفنا 5 لقاءات كلاسيكو. 2011 2012 شفنا 6 لقاءات. هذا الموسم في 6 لقاءات، ده اللقاء الخامس. الانطلاقه كانت في السوبر 3-2 هنا لبرشلونه، وكان سجل بيدرو وميسي وتشافي، وكان سجل رونالدو وايضا دي ماريا بخطا. ثم فاز الريال 2-1 وفاز بلقب السوبر، كان هيجوايين ورونالدو، وكان سجل ميسي الهدف الوحيد. ثم في الدوري 2-2 ثنائيه لميسي، ثنائيه لكريستيانو رونالدو، و1-1 في الكأس. كان تقدم فابريجاس سيسك ودقيقة 50، وكان عادل فاران في الدقيقة 81. هذه الاستلام 11 دقيقة ومحاولات برشلونة اللي يكفيه التعادل السلبي للتأهل للوصول للمباراة النهائية. 26 لقب لنادي برشلونة في إطار الكأس، 18 لقب لريال مدريد. وآخر يعني اللقاءات اللي كانت جمعت ما بين الفريقين في إطار نصف النهائي كان نصف نهائي يعني ما يتنسيش في 92 93. وقتها فاز الريال باخر القابه، كان في الكاس قبل 2011 على حساب ريال ساراكوستا. وادي امامنا هنا ميسي في دفعه، ادي ميسي في دفعه، شوف تدخل قوي قوي في اللقطه الماضيه. وامامنا دي ماريا طبعا الاثنين المواطنين. 92 93 نصف نهائي كان تعادلوا في طبعا اللقاء الاول كان باكيرو، وكان سجل التعادل زامورانو. ثم بقى في ملعب الكامب نو عندما فاز الريال في ذلك الوقت ميتشل وزامورانو، كان سجل لاودروب الهدف الوحيد لفريق نادي طبعا برشلونة في تلك المباراة. هنا أمامنا بنتابع لسه الكلام عن التاريخ، لكن الملعب هو الفيصل. 90 دقيقة قد تطول في حالة الوصول إلى تكرار نتيجة الذهاب 1-1. وأمامنا هنا المحاولة كريستيانو رونالدو، الصراع وواحد ضد واحد، السرعة والمهارة من هذا اللاعب يسرى العين في ثانية، وحكم اللقاء يدي ركلة جزاء. حكم اللقاء يدي ركلة جزاء. شوف امامنا هنا، شوف هنا اللمسه الرائعه من جانب النجم كريستيانو رونالدو، السرعه والمهاره، وانذار للاعب بيكي امامنا هنا في هذه اللقطه. اول انذار في اللقاء لبيكي، وركلة جزاء انديانو ماينكو حكم مباراه اليوم اللي شارك في كاس العالم 2000 طبعا و10. هذا الحكم كان ادار لقاء صربيا المانيا، كان ادار لقاء كوريا الشماليه كوت ديفوار وهولندا والمنتخب السلوفاكي في ربع النهائي. امامنا هنا في الدور ال 16 امامنا هنا بنتابع الانطلاقه، السقوط من كريستيانو رونالدو، تدخل من جانب اللاعب بيكي، موقف 1 ضد 1، اتخلقت المساحه، السرعه والمهاره هنا تجد طريقها. وادي امامنا هنا التدخل، وادي العرقله من بيكي والذكاء من كريستيانو رونالدو. هل يسجل في هذه الزياره؟ اللاعب عنده 10 اهداف ويتساوى في رصيد الاهداف مع طبعا النجوم الكبار في فريق نادي ريال مدريد مع هوجو سانشيز امامنا اللي بيملك 10 اهداف وهو عنده 10 و10 على 10 10 على 10 10 على 10 امامنا في الدقيقه 13 بيسجل امامنا CR7 ينطلق بصاروخ ريال مدريد في هذه اللحظات باول هدف اللقاء من ركله جزاء. ادي امامنا هنا رونالدو هو يتحصل على ركله جزاء من بيكي ويترجم الركله بكره صاروخيه. امامنا هنا حارس المرمى بينتو حاول عليها بقدمه ويعني تعدي منه ويسجل رونالدو عشان يتقدم النادي الملكي بهذا الهدف السريع في الدقيقة 14 من عمر هذه المباراة. البارسا كاد أن يسجل ولكن كريستيانو رونالدو يصنع الفارق بانطلاقة وفارق السرعة الكبير لهذا اللاعب معاي مدافع. ثم المراوغة، ثم ركلة الجزاء على بيكي لنال انذار، ثم ترجمة الكرة إلى أول أهداف هذه المباراة. الهدف رقم 11 لكريستيانو رونالدو والهدف السادس لي في زياراته الستة الأخيرة لملعب الكامب نو أمامنا. هذا النجم وإنذار لجيرار بيكي تلقاه بعدما عرقل رونالدو وعلى طول لم يتردد حكم المباراة أنديانو ماينكو في احتساب ركلة الجزاء. 1-0 هدف من الأهداف اللي بتأتي بقى لقاءات بقول لحضراتكم يعني مباراة القمة كما قال رورا.
يعني يصعب التوقع فيها. التفاصيل الدقيقة هي اللي بتحدد الفائز، ومتقدم ريال مدريد حتى الآن ومتأهل مباراة النهائية هنا في معقل فريق نادي برشلونة. كنت أذكر ب 92 93 لا أعرف لماذا، ولكن هي الظروف حدثت. ولكن هنا بقى برشلونة التيكي تاكا في محاولات التواصل مع زملائه ميسي ومع رفاقه، واستلام على طول والبينية والتحرك والتعادل ممكن يأتي والسقوط ومطالبة بركلة الجزاء، لكن ما فيش أمامنا حكم اللقاء أنديانو ماينكو. يسقط سيسك، ولكن حكم اللقاء لم يحتسب هذه الكرة لأن بالفعل ليس هناك شبهة ركلة الجزاء. الضغط يتواصل، ولكن المتقدم هو النادي الملكي، الفريق اللي يعني هو سجل عن طريق كريستيانو رونالدو. ادي بيدرو الى ميسي، ضغط عصبي ونفسي كبير جدا على لاعبي الفريقين، وتصريحات مورينيو حول يعني اسلوبه اللاذع طبعا والاسلوب الساخر كان من نادي برشلونه، اللي قال ان هو علمنا الروح الرياضيه وعلمنا التعامل مع المنافس وعلمنا عدم انتقاد الحكام وعلمنا الكره الحلوه. لكن متقدم مورينيو حتى هذه اللحظه في هذه المواجهه امام فريق نادي برشلونه. متقدم مورينيو. ادي امامنا هنا شوف السقوط من جانب ساسك، ادي امامنا ساسك، ادي ساسك سقط يعني دون اي يعني شبهه امامنا. هو شوف هو راح عايز يسقط يعني يستغل حكم اللقاء ادى ركله جزاء. ادي امامنا هنا ادي كره ما بين ارخيل دي ماريا واللاعب فابريجاس ساسك، ولكن ركله ركنيه لصالح برشلونه. الباحث عن التعادل بوجول، لكن يطلع من اقرب نقطه على طول فاران الذي اثنى عليه كثيرا زين الدين زيدان النجم الكبير لفريق نادي ريال مدريد عندما اتى هذا اللاعب باللانس الفرنسي. تحدث عنه بانه بدا بدايه يعني لم يبداها اي لاعب يلعب في لقاء اليوم في ظل اصابه بيبي، ويبدو ان الاصابات مكتوبه عن النادي الملكي في المواجهات الاخيره في اطار الكلاسيكو. كامل العدد فريق نادي برشلونه مباراه اليوم باستثناء طبعا فالديز وبنظام تدوير المشاركه، لان بينتو هو من يلعب الكاس وفالديز هو اللي بيلعب الدوري ودوري الابطال. ادي قبل هنا وسط الملعب انيستا وميسي وتشافي، مجموعه المهارات في النادي الكتالوني البلوغرانا امام النادي الملكي. مخططات مورينيو امام مهارات نادي برشلونه في طبعا غياب فيلانوفا المدرب الحالي لبرشلونه اللي بيعالج في الولايات المتحده الامريكيه حاليا بعد تكرار اصابته بمرض السرطان في الغدد، ابعده الله عنا وعنكم جميعا. وامامنا هنا بنتابع الانطلاقه من جانب ميسي هات وخد والحصار، وميسي يلعبها البينيه. وادي امامنا هنا ارخيل دي ماريا، ولكن طويله ويطلع على طول الحارس المرمى الحارس دييجو لوبيز امامنا في هذه اللقطه. شوف هنا انيستا ميسي ومحاولة تبادل كرات، وادي امامنا هنا تدخلات القوية في هذه اللقطة. شوف تدخل قوي كان مع ألبا في اللقطة الماضية. بوجول المساحات والهجمات المرتدة سلاح نادي ريال مدريد. وادي امامنا كريستيانو رونالدو واخد السقطة واللقطة وتعب دفاع نادي برشلونة. شوف امامنا هنا داني ألفيش، ادي داني ألفيش لو خد انذار ممكن يجيب قوي عن المباراة النهائية في تلك الحالة هو وساسك وماسكرانو، وفي الجهة الأخرى كريستيانو رونالدو وتشابي ألونسو وكارفايو. شوف امامنا هنا كريستيانو رونالدو، لمسات كريستيانو رونالدو 24 هدف سجلهم في مسابقة الدوري، ومسجل 7 أهداف في إطار مسابقة الشامبيونز ليج، وطبعا 4 أهداف مسجلهم في مسابقة الكأس في مشوار الفريقين نحو التأهل. ادي امامنا هنا بنتابع بينتو والكرة المسددة لكن بعيدة إلى خارج الملعب. ادي كرة مسددة لكن بعيدة من كريستيانو رونالدو إلى خارج الملعب. رورا قلق جدا كان من حكم اللقاء، ويعني قال ان حكم هذه المباراة كان لا يتمنى ان يكون هو حكم، لانه يعني قد يكون الأسوأ اختيار هذا الحكم، والافضل يعني ان يختفي عن هذا اللقاء. ولكن أنديانو ماينكو يعني طبعا ليه جماهير برشلونه متذكراه وليه الاداره متذكراه وليه رورا متذكره؟ لان ما كانش وفر حمايه كبيره في لقاء الكاس اللي كان في المستايا في 2010 2011 لما فاز الريال بهدف لرونالدو في ذلك الوقت. ويعني كان اكيد يعني البعض يقول ان جماهير برشلونه عندهم حق، ولكن امامنا هنا أنديانو ماينكو احتسب ركله جزاء صحيحه في بدايه المباراه في الدقيقه 13، حولها رونالدو الى الهدف الوحيد، و1-1 لقاء الذهاب. وفي لقاء اليوم حتى الان ادي امامنا شوف هنا الالتحامات ومحاولات ألبا مع أربيلوا، اثنين بيلعبوا مع المنتخب الاسباني الاول واحد العناصر اللي فازت بلقب اوروبا الاخيره 2012. امامنا هنا الاستلام، شوف الانطلاقات دي ماريا
دي ماريا تدخلات قويه جدا، اتاحت فرصه ممتازه من حكم اللقاء كريستيانو رونالدو، واحد اللاعبين في ارض الملعب اعتقد انخيل دي ماريا هو من سقط في هذه اللقطه. ادي اربيلوا وادي امامنا اوزيل، مسعود اوزيل، يعني اللاعبين المهاريين اللاعبين العاليين جدا في ادائهم ومستواهم. ريال مدريد تخطى الكيانو وسيلتا فيجو وفالنسيا وصولا بقى الى نصف النهائي امام برشلونه، وكان خسر امام سيلتا فيجو خلال مشواره، وكان طبعا برشلونه تخطى فريق الافيش وكوردوبا ومالاجا، ووصولا بقى الى هذه المباراه مباراه الاياب بعدما كان طبعا في لقاء الذهاب التعادل كان 1-1. ادي رورا، مسؤوليه كبيره، ضغط كبير على رورا. صافح مورينيو قبل هذه المباراه في لقطه نتمناها. مورينيو كما قال يفضل هذه المباراه، يفضل هذه النوعيه، يفضل الضغوط. كريستيانو رونالدو في واحده ثالثه بقى، ادي امامنا هدف من ركله الجزاء وتسديده من كره ثابته، والكره اللي امامنا في لقاء حتى الان محور اداء النادي الملكي هو CR7 هو كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو، شوف تسديده بقى المره دي لكن بعيده من كريستيانو رونالدو. ادي كريستيانو رونالدو، سرعه، انطلاق، مهاره، تواجد يعني بشكل كبير بقى في اللقاءات المهمه واللقاءات الحاسمه بعد ما قعد فتره لم يسجل في مرمى فريق نادي برشلونه، حتى سجل بقى في اطار الكاس بعدما يعني صام كثيرا. كان سجل لاول مره، كان سجل في اطار الدوري، كان في لقاء 1-1 وبعد كده سجل في الكاس في 2010 2011. امامنا هنا الانطلاق، 11 هدف لكريستيانو رونالدو، والنجم الكبير ميسي 17 لم يسجل في هذه الليله. دي ستيفانو 18 هدف، راؤول عنده 15 هدف، بوشكاش وخينتو 14، سانتيانا عنده 12 هدف. ولا ننسى بقى ان اللاعب المسجل ايضا خوانيتو وايضا هوجو سانشيز عندهم 10 اهداف، لكن النهارده تخطاهم خلاص كريستيانو رونالدو. ادي امامنا الصراع ما بين انخيل دي ماريا، وما زلنا بنتابع امامنا حتى هذه اللحظه الاداء المتميز في لقاء اليوم. تقدم فريق نادي ريال مدريد عن طريق ركله جزاء لكريستيانو رونالدو بعد مرور 13 دقيقه. وسط الملعب استلام على طول من جانب فريق نادي برشلونه، الكرات الملعوبه. ادي امامنا انطلاقه من داني الفيش، استلام، محاوله مرور، هدف سجل يعني نزل كالصاعقه على لاعبي نادي برشلونه، بيحاولوا يتمالكوا انفسهم، حاولوا يسيطروا على انفسهم مره ثانيه. استلام كريستيانو رونالدو وسط الملعب، تشابي الونسو يرجع على طول الى فاران. هذا رافائيل فاران قائمه المنتخب الفرنسي في مباراة ألمانيا الأخيرة في 6 فبراير، وكان طبعا خسروا 2-1، ولعب ساخو، لعب كوتشيليني ورامي، يعني هو يجد مكانه قريبا مع ديشامب في المنتخب الفرنسي. كريستيانو رونالدو في كرة قوية أمامنا هنا، هذه كريستيانو رونالدو في الكرة الرابعة ليه في هذه المباراة، 4 تسديدات على المرمى منهم ركلة الجزاء. كريستيانو رونالدو هنا يهرب من الرقابة، ولكن يجدها بينتو في منتصف المرمى في محاولات كما نتابع 4 تسديدات على المرمى لكلا الفريقين. وادي امامنا التدخل القوي جدا، وانديانو ماينكو كما كان يخشى رورا عدم توفير الحمايه. شوف التدخل القوي جدا من خلف هنا من اللاعب اربيلوا، وكان طبعا يستحق فيها انذار قريب جدا من حكم اللقاء انديانو ماينكو، اللي طبعا يعني يعد اصغر حكم في الليجا من 2001 حكم مباراه اليوم، عنده 209 مباراه في الليجا الاسبانيه، ومن نافارا الذي يعني اتى منها هذا الحكم اللي بيحاول طبعا يعني انه يحقق نجاح في حكم 6-2 لبرشلونه في مدريد 2008 2009، حكم المباراه اللي كانت 1-0 لبرشلونه 2008 2009 ايضا كان لابره في الكامب نو، كان طرد لسانا وكان طرد بوسكيتس تلك المباراه، وكان طرد في نهائي الكاس دي ماريا. من الحكام يعني اصحاب الشخصيه القويه، في 13 مباراه حكمها هذا الموسم في الليجا، عنده 8 حالات طرد حكم مباراه اليوم. ركله جزاء وانذار لبيكي، وتقدم لريال مدريد، وبرشلونه يسعى لاحراز التعادل في كره وتمريره. كان قد تقدم سيسكي في الدقيقه 50 في الذهاب في ملعب السانتياغو برنابيو، وكان طبعا عادل اللاعب فاران في الدقيقه 82 من عمر تلك المباراه. امامنا حكم اللقاء يشير باستمرار اللعب، وبرشلونه في ضغط ومحاولات، والامور يعني فيها نوع من التوتر، وريال مدريد عايز يستغل الفرصه يسجل هدف ثاني. استلام حلو قوي من جانب اللاعب هيجوايين، فضلوا على بنزيما، وادي امامنا هيجوايين لكن الى خارج معاه. جونزالو هيجوايين 100 مباراه في الليجا، بعد ما سجل في اللقاء
الاخير امام ديبورتيفو يكون هدف الفوز في اللحظات الاخيره. ادي امامنا الكره تطلع لكن جزء منها كان ملامس الخط طبعا، يعني احنا شايفينها في اعاده. والحكم اللقاء اليوم البرتو انديانو مايكو. وسط ملعب برشلونه قوته سر قوته، لكن تشوف هنا يعني مورينيو ليست المواجهه الاولى ليه امام نادي برشلونه، يعني 26 مواجهه بلقاء اليوم مع الانديه المختلفه، 6 فوز 9 مرات تعادل و10 هزائم. لكن في مواجهاته مع برشلونه منذ قدومه بقى مع ريال مدريد 3 انتصارات و6 تعادلات 6 هزائم في 15 مباراه جمعت ما بين الناديين بقى في عهد مورينيو. ادي امامنا الانطلاقه، محاولات نادي ريال مدريد ولحضراتكم في اخر 6 لقاءات فوز وحيد لبرشلونه كان في ذهاب السوبر في هذا الموسم، وكان بقى يعني الفوز الوحيد ومرتين فوز للريال، ومحاوله من جانب سيسكو وراموس وفاران ويشيل على طول بعد الفوز 4-1 في 2007 2008 للنادي الملكي على فريق نادي برشلونه. المباريات الثمانية اللي بعد تلك المباريات كانت 6 فوز لبرشلونة و2 تعادل. لكن حتى بقى أتى مورينيو، وادي أمامنا هنا رونالدو. عم مباراة كبيرة أوي رونالدو، عم مباراة كبيرة لأن رونالدو عنده المساحات وعنده الانطلاقات وبيلعب في المساحة اللي خلف المدافعين، يتقدم ألبا في اليسار، يتقدم ألفيش في اليمين، وكريستيانو رونالدو يلعب بفكر ويلعب بعقل وبنضج. لكن يعني لو واصل على هذا المنوال هيشكل صعوبات كبيرة على برشلونة أن يتداركها سريعا قبل أن يفوت الأوان، لأنها مباراة كأس و1-1 كان في الذهاب و1-0 للنادي الملكي بهدف من ركلة جزاء كريستيانو رونالدو. ميسي المساحة المحببة، لكن أمامه الحصار زي ما فعلها الميلان وفاز 2-0 بواتينج ومونتاري في الشامبيونز ليج، واحكموا قبضة الرقابة على نجوم برشلونة. النهارده الريال يحاول في هذه اللقطة، فعلها مورينيو عندما كان مع الانتر عندما اخرج النادي الكتالوني في الشامبيونز ليج في عام 2009 2010. ولكن يعني مع الريال تحسن الاداء بمرور الوقت مع مورينيو، اللي فيه كلام عن انتقاله النهارده. رامون كالديرون رئيس السابق لريال مدريد بيقول لك ممكن قوي ينتقل الى البي اس جي مورينيو في القريب. خلاص جاريث بيل لاعب توتنهام اللاعب الويلزي على اعتاب النادي الملكي، جالاكتوس جديد. امامنا هنا استلام واللاعب نيمار على اعتاب نادي برشلونه. الصراع ما بين الناديين على اللاعبين، صراع على البطولات على الالقاب، هي متعه ومتعه مستمره في هذا المسلسل الرائع. بنتواصل وادي امامنا هنا التسديده والتعادل يضيع من جانب اللاعب انيستا. ادي امامنا انيستا، شوف انيستا يتوغل افضل، يعني كان احسن الوحشين في مباراه الميلان اللي لعبها نادي برشلونه طبعا اللقاء الاخير، وكان غضب كثيرا ستويشكوف نجم السابق في طبعا تاريخ نادي برشلونه لما لعب من 90 ل 98 ومدرب فريق ليتكس لوفيتش طبعا في بلغاريا حاليا. تحدث عن برشلونه، تحدث عن ميسي من افضل اللاعبين في العالم. مارادونا عمل تصريح منذ لحظات قال ان يعني ميسي ياتي بعده وميسي افضل من بيليه لكن مش افضل من مارادونا. امامنا هنا بنتابع مارادونا عاد لايطاليا بعد غياب 7 سنوات يعني انهاء بقى الازمه الموجوده على الضرائب مع ايطاليا عندما كان يلعب في ايطاليا. امامنا هنا بنتابع الاستلام، ارخل دي ماريا الاستلام والتحركات من جانب اربيلوا، البا مقطوع، انتشار ريال مدريد والثقه زادت بعد هدف كريستيانو رونالدو. استلام حلو قوي من جانب اللاعب يطلعها جميله، رايه وتسلل للاعب هيجوايين، رايه ومتسلل للاعب هيجوايين. امامنا هو 100 هدف في الليجا، 9 اهداف في هذا الموسم للاعب. امامنا هو المتألق مع منتخب بلاده منتخب الأرجنتين، ومسجل 7 أهداف في تصفيات كأس العالم 2014، ويحتفل بالهدف رقم 100 في لقاء ديبورتيفو مع تواجده في الليغا قادما من ريفر بليت في يناير 2007. ادي ميسي والانطلاقات، لكن حتى الآن ميسي شفناه في أول اللقاء في الدقيقة الثانية، البداية القوية جدا، تسلل ثاني على فريق نادي برشلونة. اربيلوا، شوف هنا الدور بقى اللي بيلعبه اللاعب ارخل دي ماريا اللي بيعود للمسانده مع اربيلوا. كره من سامي خضيره، محاوله لكن يطلع بيكيه الى بوجول، كريستيانو رونالدو، هيجوايين، اوزيل. وادي امامنا هنا بنتابع المحاوله التمرير لكن اتردد في التفكير هنا اللاعب سيسكا، مقطوعه من سيسكا، لعوبه حلوه قوي لكن يطلع على طول بوجول. لقاء سريع، مباراه دائما وابدا عنوانها المتعه والاثاره والهدف المبكر اللي سجل عن طريق كريستيانو رونالدو بركله الجزاء في الدقيقه 13 هو هدف يضفي متعه ويضفي اثاره. كوانتراو امامنا يرجع على طول، كوانتراو
اللاعب القادم من نادي بنفيكا ولعب من قبل في اسبانيا في ساراغوستا، المدافع اللي انضم ب 30 مليون مع جراي. طبعا انتقال جراي الى بنفيكا، اللاعب المدافع الارجنتيني انتقل الى بنفيكا. وكوانتراو احد صفقات البرتغالي مورينيو. مر مورينيو بظروف عصيبة بخلافات في غرف خلع الملابس مع راموس مع كازياس، ولكن يعني البعض كان ينتقد مورينيو، لكن هو إذا كان مثير للجدل فلا شك بطولاته وألقابه تتحدث يعني بقوة عن تاريخ هذا المدرب. 21 بطولة خلال مشواره مع الأندية المختلفة، منهم 2 تشامبيونز ليج مع بورتو ومع نادي الانتر، والحلم اللي طبعا يتمنى حققه بقى بعد ما حقق الكأس في اول موسم ليه 2010 2011 مع ريال مدريد، والدوري في 2011 2012 والسوبر في مطلع هذا الموسم. وادي امامنا الاستحواذ كالمعتاد 68 32، لكن كريستيانو رونالدو كورته تتحدث عن نفسها لانها بالفعل هو الفيصل حتى الان. هدف كريستيانو رونالدو من ركله جزاء في الدقيقه 13 من عمر اللقاء. داني ألفيش مفتاح لعبه مهم قوي، مساند ويتقدم. وادي امامنا داني ألفيش اتعملت له جميله والكره العرضيه، ولكن سيسكي بقى يجلي في اللقطه الماضيه فرصه ضيع التوتر والاعصاب بقى هنا ليها دور مهم قوي، والهدف ادى معنويات عاليه للنادي الملكي. كانت انطلاقه كريستيانو رونالدو الى انخيل دي ماريا النهارده الرجل الخافي في اللقاء. انخيل دي ماريا الادوار اللي بيلعبها دفاعيا في وسط الملعب يدي حريه حركه لاوزيل، ومخلي انخيل دي ماريا هو اللي بيساند مع اربيلوا عشان يقفل الجبهه اللي يعني فيها الازعاج، اللي فيها قلبه وفيها انيستا، الجبهه القويه، الجبهه اليسرى القويه في فريق نادي برشلونه. انخيل دي ماريا صانع العاب في العمق هنا المره دي، واوزيل في الشمال. وادي انخيل دي ماريا يفتح اللعبه حلوه قوي لاوزيل خطيره، هجمات النادي الملكي في مساحات. كريستيانو رونالدو يسدد والكره تفقد قوتها في بوجول. رونالدو هو من يسدد، رونالدو هو من لديه توكيل التسديد، خلاص هو الماركه المسجله في النادي الملكي. كل كره لازم تنتهي عند رونالدو. وادي الكرات الاماميه، لكن يا سلام يا سلام يا كوانتراو، يا سلام يا كوانتراو على التغطيه والرؤيه، التغطيه العكسيه الممتازه وسط الملعب. تشابي الونسو عناصر خبره الموجوده في كلا الفريقين، يعني عناصر ثقيله. ادي امامنا انخيل دي ماريا، ادي انخيل دي ماريا وتدخل قوي من جانب اللاعب ألبا مدافع المنتقل من نادي فالنسيا. كرة جديدة من كريستيانو رونالدو لكن تفقد قوتها في الدفاع وتعود بعد ما ارتطمت في بوجول إلى حارس المرمى الحارس بينتو. هدف واحد يكفي، لا شك يكفي للتأهل في هذا النهائي المبكر، في المتعة اللي أمامنا، متعة بقيمة النجوم الكبار. ولسه في المواجهة القادمة إن شاء الله يوم السبت القادم الساعة 6 بتوقيت الدوحة مكة المكرمة بإذن الله هتكون المباراة الساعة يعني 4 بتوقيت إسبانيا، تلعب يوم السبت القادم. والحكم هو بيريز لاسا. في إطار الدوري فارق 16 نقطة في الدوري، 68 نقطة لصالح برشلونة، 52 لصالح النادي الملكي. أدي أمامنا ألبا إلى بينتو، اتلتيكو مدريد هو الثاني برصيد 56 نقطة. هجمة هنا ومحاولة انطلاقة في وسط الملعب، بوسكيتس، جماهير عايزة سرعة أكبر. ستويشكوف طالب لاعبي برشلونه باللعب الكره السريعه. امامنا هنا بنتابع الكره البطيئه تبقى لصالح المنافسين، خلاص المساحات مقفوله. بيدرو اللي كان بادي بصحوه لكن لسه تحت ضغط رقابه، التحركات من جانب سيسكي الى بيدرو. شوف ايه ده دفاع المنطقه، الزون ديفense القوي جدا المعمول استفاده مما تم في لقاء الميلان لنادي برشلونه. خسروا برشلونه امام الميلان في سانسيرو في ميلانو منذ ايام قليله. امامنا هنا الكره في العمق، الاستلام، هل ميسي يسكت على هذا الكلام؟ انطلاقه حلوه قوي من داني ألفيش. وادي امامنا التغطيه من كوانتراو، ولكن على طول دييجو لوبيز امامنا هنا يلتقط هذه الكره. دييجو لوبيز ظهر لاول مره بقى النادي الملكي كبديل بقى للي كان اوقف في ذلك الوقت كازياس. كان لعب هو مباراه اولمبياكوس في اطار الشامبيونز ليج، عنده مباراه دوليه وحيده بالمناسبه. الحارس دييجو لوبيز كان ضمن القائمه في القارات 2009 عن مباراه كانت امام مقدونيا. لعب حتى الان 4 لقاءات في الليجا، ولقاء الذهاب في اطار الكاس، وايضا لقاء مانشستر يونايتد في اطار الشامبيونز ليج. لعب لقاء غرناطه واشبيليا وريو فايكانو وديبورتيفو لاكورونيا امام هذه الفرق. المباراه الوحيده اللي يعني لم يسجل في مرمى اي اهداف كانت مباراه رايو فايكانو
لكن كل مباراه يدخل ورماها هدف. انطلاقه من بيدرو، ركله الجزاء فين؟ ركله الجزاء فين؟ مفيش ركله جزاء، لا يرى لا يسمع لا يصفر حكم هذه المباراه. انديانو ماينكو كره واقتحام كان من بيدرو وتعرض للدهس داخل منطقه الجزاء، ولكن الكره تمر وانديانو ماينكو امامنا تعرض لضغوط كبيره من جانب نادي برشلونه، يمكن بقى قد تؤتي يعني ثمارها. شوف هنا بقى الراجل اللي هرسه ده تشابي الونسو. ايه تشابي الونسو يعني مش راح ده لعب امامنا، هو دي امامنا والله بيدرو حط جسمه امامه، لكن حكم اللقاء قد يكون صائب، قد نكون نحن الصائبين، لكن نتركها لخبيرنا التحكيمي في مباراه اليوم. لكن ركله الجزاء متقدم بها النادي الملكي حتى الان، وبرشلونه مرور حلو قوي، لكن مين اللي مكمل في العمق؟ مرور حلو ومهاره عاليه، وانيستا يشيلها حلو. حكم اللقاء يقف اوبستراكشن حكم المباراه بقى. شوف لما الكره بقى ايه يعني تعاند، مش تعاند مين، تعاند حكم اللقاء حكم المباراه. تزداد الامور في يعني ليس في صالحه طبعا الغضب من الجماهير على هذا الحكم. وادي امامنا تشابي الونسو يعني يدخل بقوه، وحكم اللقاء يقف في طريق ميسي، هو المدافع الذي يعني لم يضعه في لقاء اليوم مورينيو، ولكن يلعب حتى هذه اللحظه من اجل ايقاف نادي برشلونه. هو بقى يعني السؤال الدائر، لكن هو مش موفق في التحرك، يعني هو مش موفق في التحرك، تواجد في المكان الخطا فلعب دور المدافع في لقطه الشوط الاول حتى الان. والاثاره من انديانو ماينكو والتصريحات قبل المباراه وتفويته حلوه من ايجوايين، ولكن على طول الدفاع يطلع. لقاء سريع، لقاء ممتع، التوتر، مباراه كؤوس بقى واخده طابع مباراه الكؤوس. المباراه دي فيهاش الحلاوه والجمال اللي بتشوف في لقاءاتهم معا، في نوع من التوتر والقوه، وممكن نشوف حالات طرد وكره مقطوعه. وادي ميسي المساحه المحببه ويطلع كره حلوه قوي، لكن فاران يصطادها. سلام يا فاران يصطادها في الطريق امامنا. كره ميسي هجمه كانت تبقى كره التعادل، لكن ضاعت الهجمه في نوع من الاستعراض للمهارات بجانب كريستيانو رونالدو هنا بقى، وده مشروع لانه هو مفتاح اللعب. ورونالدو زاويه ضيقه وبينتو يشيل. خامس مره في اللقاء اليوم يسدد كريستيانو رونالدو، خامس كوره بخلاف الهدف. 36 دقيقه، وادي امامنا هنا تدخل كوانتراو القوي، وادي امامنا التحامات في منتهى القوه. هنا في خطا على بيدرو، ولكن تذهب الى ميسي وتنتهي عند قدم فاران في هذا اللقاء السريع المثير الممتع حتى هذه اللحظه. الريال متقدم، النادي الملكي متقدم، البلانكو يعني متقدمين طبعا. البلانكوس بقى يعني نتيجه تحقق لهم التاهل حتى الان. ميسي 17 هدف في مرمى ريال مدريد، 10 في الدوري، 2 في دوري الابطال، 5 في السوبر. وامامنا هنا بقى يحاول انه يسجل في اطار الكاس. الموسم الماضي كان 1-1 في نصف النهائي عندما واجه نادي برشلونه نادي فالنسيا، وكان فاز 2-0. اخر مواجهاتهم في الكاس كان اقصى نادي برشلونه الريال في ربع نهائي العام الماضي. ادي امامنا انيستا طلع كره حلوه قوي، ادي ميسي لكن قفلوها له الستار الحديدي، ثم ركله حره. امامنا هنا بقى التعرض بقوه لانيستا، اتاحت فرصه من حكم المباراه، ثم يعود ويطلب اربيلو هنا من اجل الانذار الاول للنادي الملكي في هذه المباراه. كره حكم المباراه صبر على الخطا اللي مع انيستا، راحت الى ميسي، ادى اتاحت فرصه، ثم بعد ذلك وجد ان فريق نادي برشلونه لم يستفد من الخطا. امامنا هنا اللي وقع امامنا من جانب اربيلو، ودخول من الخلف قوي جدا يستوجب انذار بالفعل. وهنا بقى كره الثابته على حدود منطقه الجزاء. شوف بقى الكرات الثابته تشافي وطبعا انيستا وميسي، والحوار ما زال مستمر ويبدو في انذار جديد. هل في انذار جديد؟ امامنا هنا المين؟ الفارو اربيلو هو صاحب الانذار. هل حد خد انذار وسط الزحمه دي؟ كوانتراو على فكره يعني من اللاعبين اللي عندهم نوع من العصبيه، وكان طرد في الكاس امام فالنسيا هذا الموسم، وكان ايضا طرد في الدوري امام ختافي. ايجوايين يلعب من بدايه اللقاء، ادي نورا في غياب تيتو فيلانوفا، ومع تعاقد طبعا جوارديولا مع نادي بايرن ميونخ انطلاقا من 2013-2014. ادي الحائط البشري وملعب الكامب نو، 90 علم اليوم موجودين بالوان البلو جرانا في انطلاقه هذه المباراه مع النشيد الخاص ببرشلونه. ولكن ريال مدريد اطلق يعني صرخه الصمت في الملعب كريستيانو رونالدو عندما سجل الهدف الوحيد من ركله الجزاء في الدقيقه 13 من عمر هذه المباراه. انديانو ماينكو، صيحات معارضه وصيحات استهجان على حكم
حكم المباراة، وإن كان يعني سوء حظ من الحكم عندما وقف في طريق ميسي في أحد الكرات اللي كان ممكن تشكل خطورة. هذه أمامنا هنا كرة خطيرة جدا، واختبار لدييجو لوبيز تهتز شباكه في كل اللقاءات اللي لعبها. كرة شوف كله واقف يتفرج، حتى احنا قلنا في الشباك، لكن كرة تطلع بجوار بجوار القائم الأيمن. هدف التعادل بيضيع امامنا هنا. شوف كرة ميسي، كرة في منتهى القوة ولفت يا دوبك على بعد سنتيمترات. هدف التعادل بيضيع من النجم ميسي. شوف الحائط هنا، ويعني اللاعب اللي قفز ده افتح الطريق يا تشابي الونسو، وعلى طول دييجو لوبيز امامنا، وميسي مش مصدق ان الفرصه اللي كانت ممكن تجعله يعادل الرقم القياسي في التهديف في الكلاسيكو، يعادل الفريدو دي ستيفانو، لكن حتى الان عنده 17 هدف في هذه اللحظات. انطلاقه كوانتراو، ريال مدريد يلعب باداء متميز جدا، ريال مدريد بواقعيه كبيره، وادي خضير يلعبها جميله، وانخيل دي ماريا ولكن فرصه، ورونالدو واقع في ارض الملعب، وتشابي الونسو يسدد، والسرعه والقوه، ايه الحلاوه والمتعه دي! مش معقول الكره اللي بتتلعب من النادي الملكي وايضا من نادي برشلونه، لكن النادي الملكي يتفوق لانه متقدم وينجح باسلوبه، بفرض اسلوب لعبه حتى الان، انه لا يحقق لبرشلونه مراده بترك المساحات حتى الان. وادي خطا على انيستا، والكره لصالح النادي الملكي. 1-0. المتعه ما زالت مستمره. ادي امامنا انذار هنا للاعب اللي بيتلقى انذار اللاعب بوجول انذار، وبيكي انذار. 13 مباراة للحكم في الليجا هذا الموسم، 8 حالات طرد. يعني توقعوا الطرد في هذه المباراة، نتوقع أن يكون في حالة طرد، في هذه المباراة. يعني كنا بنشوف دايما في الكاس 2011-2012 كان طرد راموس. امامنا بنتابع فرصة، راموس يتقدم امامنا هنا. ادي سيرخيو راموس سجل في لقاءات السابقة، عنده 3 أهداف. ادي امامنا القوة هنا اللي على اثرها تلقى الانذار اللاعب بوجول. راموس كان متقدم، سجل هذا الموسم في مرمى فريق بلباو، وفي مرمى ختافي، وفي مرمى رايو، وعنده 3 أهداف في مباريات القمة في الكلاسيكو. انطلاقة من انيستا، لكن دايما اللون الابيض هو الاكثر كثافة. انطلاقة من ألبا متسلل، شوف كم مرة تسلل يقظ الدفاع النادي الملكي حتى الان. اعتقد هي ليها الدور الاكبر في نتيجة المباراة. صحيح كريستيانو رونالدو جات له واحدة سجل منها في ركلة الجزاء، حاول من خلال 5 تسديدات على المرمى اخرى على الحارس بينتو، هدد كريستيانو رونالدو الحقيقة يعني مرمى النادي الكتالوني. ادي امامنا هنا الاعادة. شوف يعني هنا المخرج عايز يقول ما فيهاش تسلل، لكن صعبة لان زاوية التصوير ممكن تخدعنا يعني في هذه اللقطة. ادي بوجول ولا كرة الى هيجوايين، لكن على طول بينتو. كريستيانو رونالدو هو محور اداء الشوط الاول، هو رجل الشوط الاول، لانه تسبب في ركله الجزاء وسجل ركله الجزاء، وهو يعني الكل في الكل في النادي الملكي في كل الهجمات اللي تمت حتى الان في هذه المباراه. في حين حتى الان ميسي لم يقدم العرض المنتظر منه، لان الضغط عليه مفروض بقوه والمساحات مغلقه، وبالتالي عندما تغلق المساحات يعني مع فريق يلعب ايضا بقوه هجوميه يبقى في صعوبه عند نادي برشلونه بقى، عكس المباريات الاخرى. يعني نقدر نقول مورينيو ينجح في فرض اسلوب لعب الريال امام نادي برشلونه بعد ان ظل التفوق لبرشلونه في الاعوام الاخيره تفوق كبير، لكن تعود الكفه في اللقاءات 6 الأخيرة. بقول لحضراتكم الفوز لريال مدريد في لقاءين، والتعادل في 3، وفوز برشلونة في لقاء. ال8 لقاء اللي قبلهم 6 فوز لبرشلونة و2 تعادل، ولم يفز ريال مدريد لفترة كبيرة جدا لحد ما فاز في الكاس. قعد يعني 8 لقاءات منذ فوزه ذهاب وإياب في الدوري 2007-2008 لما فاز 1-0 هدف بابتيستا، ثم فاز 4-1 في مباراة الدور الثاني في نتيجة كبيرة أمامنا، يعني كانت في ملعب سانتياغو برنابيو. أمامنا الكرة اللي خارج الملعب، ادي امامنا الكرة بتاعت ميسي اللي اخطأت الشباك. شوف هنا الحائط البشري، تشابي الونسو قفز فتح المجال للمرمى. وادي امامنا هنا الكرة اللي اتلعبت ايضا لاوزيل في اتجاه اللاعب راموس، لكن تعدي بالجميع. ركنية الثانية في هذه اللحظات، برشلونة يبحث عن التعادل على لحظات الشوط الاول اللي بيبحث فيه نادي برشلونة عن التعادل. هنا امامنا راموس، حكم اللقاء يدي خطأ لصالح النادي الملكي. كرة ميسي كانت كرة التعادل، كانت في الدقيقة 39 كانت الأقرب للتسجيل. شفنا الكرة الماضية اللي اتلعبت
في الاعاده كانت من اوزيل، ولكن راموس لم يلحق بتلك الكره. ادي امامنا هنا الرقابه، شوف بيكيه مع فاران، عمل بقى الحجز الواضح جدا في هذه اللقطه. جماهير برشلونه تبدو غاضبه غير مقتنعه بركله الجزاء التي احتسبت لصالح رونالدو على بيكيه، ونال على اثرها انذار اللاعب بيكيه واسترجمها رونالدو لهدف اللقاء الوحيد في الدقيقه 13. وايضا عدم رضا عن الكره اللي كان فيها الالتحام ما بين تشابي الونسو واللاعب بيدرو، وسقط على اثرها بيدرو داخل منطقه الجزاء. ولا ننسى ان حكم اللقاء يعني كان عائقا، وكان يعني يلعب كمدافع، وعمل اوبستراكشن مع ميسي اللي كان منطلق في اتجاه المرمى. امامنا هنا سامي خضيره يلعب كرات الاماميه. حتى الان طبعا التركيز الهجومي كله على كريستيانو رونالدو، وانخيل دي ماريا له الادوار المهمه جدا في الدعم والمتابعه مع اربيلوا. نقطه ضعف دايما كانت في النادي الملكي، النهارده انخيل دي ماريا بتوظيفه في هذا المكان يعني ناجح نجاح كبير جدا. وما ننساش تشابي الونسو مع خضيره المقفلين العمق مع فاران ومع راموس، وناجحين في فرض الاسلوب وضاغطين الضغط العالي اللي عاملينه نادي ريال مدريد بقى على نادي برشلونه. ضيق المساحات تماما حتى الان، وسقطوا في التسلل يمكن 3 أو 4 مرات نادي برشلونه. امامنا بنتابع شوط اول غير مقنع من تيكي تاكا من نادي برشلونه، وتفوق من جانب النادي الملكي بهدف لكريستيانو رونالدو في هذه الليله في اخر الزيارات اللي كانت في هذا الملعب. كلنا نفتكر في الدور الثاني كان لقائهم في 2011 2012 كان الفوز لريال مدريد هنا في الكامب نو بعد غياب من 2007 بهدف كان للاعب بابتيستا. فازوا العام الماضي هنا خضيره ورونالدو كان سجل. اليكسيس سانشيز خرج القائمه النهارده. ادي الكره مقطوعه على طول، بنلعب دقيقه وقت بدل ضائع. شوط اول قارب على الانتهاء بهذه النتيجه التي تعطي النادي الملكي التاهل على حساب برشلونه للمباراه النهائيه لكاس ملك اسبانيا. شوف امامنا هنا كل المنافذ مقفوله، ضغط العالي على ألبا، اربيلوا، سامي خضيره. وادي امامنا اربيلوا كان تلقى انذار في الدقيقه 37. شوف اربيلوا يدخل بقوه مع ألبا في احتكاكات كده، في مباراه جانبيه بين الاثنين، ودي تستوجب انذار ويبقى انذار ثاني. وكان اربيلوا يدفع يعني النادي الملكي ثمن غالي قوي في هذه اللقطه، لكن كما يعني كان يخشى رورا عدم توفير يعني الامان للاعبين، ما كان يخشاه أنديانو ماينكو حكم مباراة اليوم. وادي امامنا راموس يقول لألبا يعني ما تحركش الجماهير علينا، خلي الامور تمر بسلام. وسيرخيو راموس شوط اول اعتقد مطلوب ان يكون في طي النسيان من نادي برشلونه، لانه لم يجد الحل رغم المحاولات المبكره للتسجيل من انيستا وميسي وسيسك، ولكن ضاعت اقرب الكرات من ميسي في الدقيقه الثانيه وكره ميسي الثابته في الدقيقه 39. ولكن كريستيانو رونالدو يتحصل ركله جزاء في الدقيقه 13 يترجمها الى هدف اللقاء الوحيد عشان يتقدم النادي الملكي ويتقدم في مجموع اللقاءين 2.